رحل عن عالمنا صباح اليوم الفنان سامي فهمي، شقيق الفنانة عايدة فهمي، التي أعلنت خبر رحيله عبر صفحتها على الفيسبوك منذ ساعات قائلة: أخويا سامي فهمي البقاء لله. الفنان الراحل تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1974، وبداياته كانت من خلال المشاركة في مسرحية القاهرة في عام 1969، ومنها إلى السينما حيث شارك في فيلم زائر الفجر عام 1973، ثم انتقل للتلفزيون من خلال مسلسل فرصة العمر، حيث قدم دور شاكر فضله مع الفنان محمد صبحي عام 1976. وشارك سامي فهمي في أعمال أخرى منها أفلام ميعاد مع سوسو، الشك يا حبيبي، لست شيطانا ولا ملاكا، اعتداء، ومسلسلات على هامش السيرة، برج الحظ، الأيام، محمد رسول الله، زينب والعرش، فضلا عن المسلسل حكاية ميزو، وقدم شخصية سلطان الشهيرة. وشهد عام 1983 آخر أعماله من خلال مسلسلي عش المجانين مع محمد عوض وسهير البابلي، والصياد، والحب مع سمير غانم وأحمد بدير وإسعاد يونس، قبل أن يهاجر إلى أمريكا لأجل دراسة الإخراج، ثم قرر الاستقرار هناك لمدة 30 عاما، وأقام العديد من المشاريع، وبات معروفا وسط الجالية المصرية، وتم تلقيبه بعمدة المصريين في نيويورك. حياة مليئة بمفارقات القدر وطعم الغربة المر مهما بدا حلوا، واضطراره للابتعاد عن مصر بعد سنوات من الشهرة والنجاح والتألق عاشها الفنان الراحل سامي فهمي، الذي توفى صباح اليوم عن 77 عاما في رحيل هادئ لا يختلف عن طباع سامي فهمي، لكنه غير ما شهده الراحل من منحنيات وما تعرض له من محطات صاخبة عصفت بمسيرته واضطرته للإقامة في الولايات المتحدة بعيدا عن بلده، وراء حلم العمل بالإخراج السينمائي، إذ عمل طباخا وعاش مغتربا لمدة 35 عاما. فبعدما كان في أوج نجوميته لاحقته شائعة التورط في جريمة قتل في الثمانينات، وعاد في السنوات الأخيرة إلى أحب الأماكن لقلبه ومسقط رأسه الإسكندرية، حيث توفى هناك في المركز الطبي بسموحة إثر أزمة صحية عانى منها خلال الأيام الأخيرة. الراحل سامي فهمي اضطر لمغادرة مصر والتوجه للولايات المتحدة التي عاش فيها طوال 30 عاما بحثا عن تحقيق حلمه الفني بالعمل مخرجا، رغم شهرته في مصر ممثلا كوميديا. والمفارقة أن يتوفى سامي فهمي في مصر التي طالما كان يكتب عن شوقه لها ورغبته في العودة للعمل الفني بها. لم تتحقق الأمنية، وأن يعود من خلال الجزء الثاني من مسلسل حكايات ميزو التي كانت سبب شهرته وتألقه وتعاونه مع الراحل سمير غانم. وكشف الفنان سامي فهمي أن سبب تركه مهنة التمثيل وهجرته لأمريكا طوال 30 عاما قائلا: الفنان الحقيقي مجنون، وده الناس كتير مش بتعترف بيه. 30 عاما عاشها سامي فهمي بعد مغادرته مصر، وكان أول عمل قام به عندما سافر إلى الولايات المتحدة هو إعداد القهوة والشاي، بحسب ما حكى في لقاء سابق معه مع الإعلامي عمرو الليثي في واحد من الناس، إذ لفت إلى أنه سافر لأمريكا لكي يدرس الإخراج ويعود مرة أخرى بناء على نصيحة الفنان حسين فهمي، ولكنه أحب المعيشة في أمريكا. وهو ما أوضحه: للأسف حبيت أمريكا، لكن أمريكا عندما تفكر فيها بعمق ما تتحبش. عاش سامي فهمي في الولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من 30 عاما، لكنه ظل عاشقا لمصر وتمنى لحظة العودة إلى ترابها. ما أقدرش أقول عشت، أنا كافحت 30 سنة لما سافرت أمريكا وأنا نجم ومشهور في مصر وعملت طباخ، طلعت عليا إشاعة إني هربان من جريمة قتل في مصر. وقالت الفنانة عايدة فهمي شقيقة الفنان الراحل سامي فهمي إنه تقرر تأجيل جنازة شقيقها ليوم غد الاثنين، وأوضحت في تصريحات أن قرار التأجيل بسبب انتظار وصول أبناء الفنان سامي فهمي من الولايات المتحدة الأمريكية.